قصتنا بتبدأ ببطلنا كيم اللي بيكون في وسط ساحة معركة وبيهجم عليه واحد من الوحوش لكنه بيقدر يخلص عليه وبيقول أخيرا قدرت أقتل وحش بالاعتماد على قوتي فقط. لكن في اللحظة دي بينادي واحد من الموقوذين اللي بيقتلوا في الوحوش على كيم وبيقول له أنت مهمتك هنا شيال، فخليك في شغلك ولم الغنايم اللي بتسقط من الوحوش، واحنا مش جايبينك هنا عشان تفضل مبحلق كده، ويلا روح شوف اللي وراه. فبيعتذر له كيم وبيقول له حاضر، وبيقول كيم في نفسه العالم اتغير من ساعة ما تم اكتشاف الهاوية، وبدأت بعدها وحوش غريبة بالظهور واكتسب البشر قدرات خارقة، وباستخدام القدرات دي هزموا الوحوش واستكشفوا الهاوية. ومن ساعتها ومعايير الحكم على الناس اتغيرت، وما عادش في حد بيبص على الأخلاق ولا على المجهود، وبقى المعيار هو رتبة الإيقاظ فقط. وكل ما كانت رتبة الإيقاظ أعلى كل ما قدر الشخص يعيش حياة أحسن. لكن للأسف ده ما بينطبقش عليا، وده لأني مجرد شيال بيلم الحاجات ورا الموقظين، وحتى بعد ما بقى عندي 35 سنة إلا إني ما حصليش إيقاظ برضه، وطول ما ده وضعي فعمري ما هقدر أعيش حياتي زي الموقظين. وبينادي كيم على المقاتلين وبيعرفهم إنه انتهى من جمع الحاجات اللي سقطت، لكنه بيتصدم لما بيبص عليهم وبيلاقي إنهم كلهم ماتوا، وما بيكونش كيم مصدق اللي حصل. وفي اللحظة دي بيظهر وحش عملاق من تصنيف 3S من وراه، واسم الوحش ده هو اسموديوس، وبيقول لكيم الظاهر إنك آخر واحد. وبيتصدم كيم وبيطلع سلاحه وبيهجم على اسموديوس بسرعة، لكن بإشارة واحدة منه بيتبخر دراع كيم في الهواء، وبيسقط كيم على الأرض وبيفضل يصرخ من الألم، وبيحاول يستجمع قوته ويقوم مرة تانية، لكن اسموديوس بيطلق عليه هجوم بيخترق راسه. وفي لحظاته الأخيرة بيفكر كيم في إذا كانت هي دي الطريقة اللي هيموت بيها، وبيقول في نفسه والدي ووالدتي ماتوا في حادثة، وتم التنمر علي عدد لا يحصى من المرات في المدرسة، وعشت حياتي كلها كشيال عديم القيمة من غير ما أحصل على أي إيقاظ، ورغم كل المعاناة دي إلا إني بحصل على نهاية بائسة زي دي في الآخر، وبموت كفاشل عاش أسوأ حياة على الإطلاق. وفي اللحظة دي بتبدأ حاجة غريبة تحصل، وبيلاقي كيم نفسه في مكان غريب وما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل، وبيظهر شخص قدامه فبيتفاجئ وبيسأله عن هويته، فبيقول له الشخص ده محدش يعرف أنا مين، لكن في ناس بينادوني بالملك، وعموما ما تشغلش بالك بالموضوع ده وأنا همنحك القوة من هنا ورايح. وبيستغرب كيم من كلامه وما بيكونش فاهم المخلوق ده عايز منه إيه بالظبط. ولما بيلاحظ الملك تعابير وش كيم بيقول له مفيش داعي تبقى متشكك كده، وكل الموضوع إن معجب بإرادتك وعنادك وعشان كده اخترتك، لكن لازم تعرف إن النوع ده من المعجزات مش هيتكرر تاني. وبيسأله كيم عن اللي ناوي يعمله، فبيضحك الملك وبيقول له اصبر لحد ما يجي الوقت المناسب، وهيجي يوم هتفهم فيه كل حاجة، وساعتها هنتقابل مرة تانية يا مفتاحي. وبيستخدم الملك قوته على كيم اللي بيفقد وعيه وبيبدأ يفوق على صوت حد بيصحيه، وأول ما بيفتح عينه بيلاقي شخص بيضربه بالقلم وبيقول له الظاهر إنك ما بتجيش غير بالضرب. وبيستغرب كيم لما بيشوف الشخص اللي بيضربه واللي يبقى باي هيوك، وبيقول في نفسه ايه اللي جاب الوغد اللي كان بيتنمر عليا في المدرسة هنا دلوقتي وانا كنت لسه في الهوية حالا. وبيفتكر كيم الكلام اللي قاله ليه الملك، وبيتفاجئ لما بيلاقي انه بقى عنده نافذة حالة وبيكون مكتوب فيها ان عمره 19 سنة وايقاظه من الرتبة F. وبيعرف كيم انه رجع بالزمن وبيبدأ يضحك بشكل هستيري، وبيستغرب باي هيوك من تصرفاته وبيقول له الظاهر انك اتجننت من كتر الضرب وانا هرجع لك عقلك مرة تانية. وفي اللحظة دي بيهجم كيم على باي هيوك وبيوجه له لكمة قوية، وبيبكي كيم من الفرح وبيقول اخيرا حصلت على الايقاظ. وبيتفاجئ الاتنين اللي مع باي من اللي عمله كيم وبيبدأوا بتجميع قوتهم، وبيقولوا لكيم الظاهر انك فقدت عقلك وبيهجموا عليه، لكن كيم بيقدر يتفادى هجماتهم بكل سهولة وبيرد عليهم الهجوم كمان. وبيقول كيم في نفسه في الحياة اللي عشتها بدون ايقاظ بذلت كل مجهودي ومفيش حاجة قدرت عليها الا وعملتها، وده من اول التدريبات الجسدية لحد جمع كل المعلومات اللي تم اكتشافها عن الوحوش والهاوية، وحتى المهارات وطرق القتال المختلفة مفيش حاجة سبتها من غير ما اتعلمها، وعشان كده مستحيل اخسر قدام شوية صيع ما يعرفوش الاساسيات حتى. وبيقابل كيم الاتنين اللي بيهجموا عليه مرة تانية بهجوم مضاد وبيهزمهم بكل سهولة، وبيقف قدامهم وبيقول الظاهر ان هحتاج اعيد تدريبات الجسدية مرة تانية، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي باي هيوك قام مرة تانية وبيكون غضبان جدا وبيشتمه. وبيبدأ باي هيوك باستخدام الايقاظ الخاص بيه واللي بيكون من الرتبة C وبيتغطى جسمه بالحجارة، وبيهجم على كيم اللي بيتفادى هجومه بسرعة وبتتدمر الارض من قوة باي هيوك. وبيستغل كيم الفوضى اللي في المكان وبيظهر من وراه وبيوجه له لكمة مباشرة، لكن باي هيوك بيكون صلب جدا وايد كيم هي اللي بتتصاب وبتنزف، وبيوجه له باي هيوك ضربة قوية بيطيره بيها، وبيتأثر كيم بشدة من قوة باي هيوك وما بيكونش قادر يتحرك. وبيروح باي هيوك عليه وبيقول له الظاهر ان كنت عنيف معاك بزيادة، واتمنى انك تكون عرفت نفسك كويس دلوقتي يا عديم القوة يا فاشل، ويا ترى هتهرب دلوقتي زي كل مرة ولا هتحاول تقاوم المرة دي بمهارة الإيقاظ بتاعتك. وبنعرف ان كل موقظ بيكون له رتبة إيقاظ ومهارة إيقاظ، ورتب الإيقاظ بتبدأ من الرتبة F واللي بتكون تقريبا بنفس قوة الأشخاص العاديين، وبتتدرج لحد الرتبة S واللي
اصحابها بيمتلكوا قوة كافية لانهم يكونوا وحوش. ورتبة ايقاظ كيم هي اف، والمهارة اللي حصل عليها هي مهارة الافتراس من الرتبة اف برضه. وبيقول كيم في نفسه انا حصلت على اضعف رتبة ومهارة عمري ما سمعت عنها قبل كده، ومستحيل اقدر اهزم باي هيوك اللي بينتمي للرتبة سي، لكني مش عارف السبب اللي مخليني حاسس اني مستحيل اخسر قدامه. وبيقوم كيم وبيقرب على باي هيوك وبتتجمع حواليه هالة مرعبة، وبيكون باي هيوك مصدوم وما بيكونش عارف ازاي كيم بقى قوي كده. وبيقول كيم في نفسه الظاهر ان دي هي قوة مهارة الافتراس، وبيحس بالقوة السحرية بتتدفق في جسده. وبيهجم باي هيوك على كيم وبيقول له انا مش عارف انت ايه اللي حصل لك بالظبط لكني هقتلك حالا. وبيستخدم كيم قوته وبيعمل حاجز قدام باي هيوك اللي ما بيكونش قادر يخترقه. وبيستمر باي هيوك في المحاولة وبيتفاجئ لما بيلاقي الصخور اللي بتغطيه بدأت تنفصل عنه، وبتختفي الصخور اللي على جسده بالكامل، وبيظهر اعصار ضخم من الطاقة السحرية الخاصة بكيم في المكان. وبنلاقي باي هيوك بعدها مرمي على الارض وهو فاقد وعيه. وبتظهر رسالة لكيم بتعرفه بارتفاع رتبة ايقاظه للدرجة اي، وانه تم امتصاص مهارة جديدة، وبيحصل كيم على مهارة الجلد الحجري. وبيشيل كيم باي هيوك والاتنين اللي كانوا معاه وبيروح بيهم على عيادة المدرسة. وبتتصدم الممرضة لما بتشوفه وبتسأله عن اللي حصل له وهي بتعالجه بقدرتها. فبيقول لها كيم انه وقع من على السلم ولحسن الحظ الموضوع عدى وخلاص. وبينتهي كيم من العلاج وبيغادر المدرسة، وبيكون سعيد جدا بانه حصل على ايقاظ اخيرا وانتقم من باي هيوك كمان، لكنه ما بيكونش مطمن للقوة الكبيرة اللي حصل عليها. وبيقول في نفسه رتبتي اللي حصلت عليها بعد ما اتدربت حياتي كلها زادت بعد قتال واحد فقط. ورغم ان مهارة الافتراس من الرتبة اف الا انها كانت قوية كفاية للتغلب على مهارة من الرتبة سي، بالاضافة لقدرتها على سرقة مهارات الخصوم اللي بهزمهم كمان. وبيتساءل كيم عن السبب اللي خلى الملك يمنحه قوة كبيرة كده وخلاه يرجع بالزمن، وبيكون عنده اسئلة كتيرة مش عارف لها اجابة، لكنه بيقرر يبحث عن حاجة واحدة فقط وهي مهارة الافتراس. وبيروح كيم لبيته وبيقول انا بقالي كتير ما جيتش هنا، ومن ساعة ما والدي ووالدتي ماتوا فعمي خدني عشان اعيش معاه. وبيدخل كيم للبيت وبيقول اكيد عمي هيتأخر كالعادة، وبيقرر يستغل الفرصة ويبدأ بالبحث عن مهارة الافتراس ويحاول يعرف أي حاجة عنها، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي يونج ابن عمه في الغرفة وبيكون معاه ناس شكلهم غلط. وبيسأله كيم عن اللي بيعمله هنا وبيقول له أنت المفروض تكون في المدرسة. ولما بيشوف كيم الفلوس اللي وقع على الأرض بيفتكر حادثة حصلت في حياته السابقة، وساعتها يونج سرق كل الفلوس اللي كانت في البيت وحصلت مشاكل كتير بعدها. وبيسأل زعيم العصابة يونج عن كيم فبيعرفه يونج إنه يبقى ابن عمه. وبيروح الزعيم على كيم وبيقول له لو مش عايز تتعور فشوف أنت رايح فين، وإحنا هناخد اللي عايزينه وهنمشي. وبيبتسم كيم وبيقول له انتوا جيتوا في وقتكم، وانا كنت لسه بفكر في طريقه لاختبار قوتي. وبيوجه له كيم ضربه قويه بيسقطه بيها على الارض، وبيستخدم عليه مهاره الافتراس لكنه بيتفاجئ لما بيلاقيها مش شغاله. وبيستغرب كيم وبيحاول يجرب مره تانية لكنها ما بتشتغلش برضه. وبيشتمه الزعيم وبيديله بالرجل في وشه وبيؤمر اتباعه بالهجوم عليه. وبيطلق واحد فيهم مهاره الربط وبيطلق التاني مهاره السم، اما الزعيم فبيطلق مهاره النزيف. وكلهم بيكونوا من المستوى سي، وبيوجه الثلاثه هجماتهم على كيم في نفس اللحظه. وبتحصل فوضى في المكان وما بيكونوش شايفين كيم وبيعتقدوا انهم خلصوا عليه. وبيقول الزعيم فاشل زيك المفروض ما يجرؤش على انه يهاجمني ولازم تعرف مكانك كويس. وفي اللحظه دي بتظهر رساله لكيم بتعرفه ان تم اعاده تفعيل المهاره، وتم التعرف على مهارات الربط والسم والنزيف، وبسبب وجود القوه الغامضه نجحت المقاومه. وبيقول كيم الظاهر ان مهاره الافتراس اشتغلت فجاه وعدلت تاثير الهجمات كمان، وانا مش فاهم المهاره دي مالها بالظبط لكني متاكد من حاجه واحده وهي انها مهاره قويه. وبيستخدم كيم مهاره الجلد الحجري وبيوجه ضربه قويه للزعيم وبيقضي عليه. وبينتهي كيم من هزيمه اتباعه وبيقول دلوقتي انا عرفت شويه حاجات، واولهم هي ان نافذه الحاله اللي ما بيشوفهاش غير صاحبها بتعرض بعض المعلومات عنه لكن مش كلها. وفي نافذه الحاله الخاصه بكيم بنلاقي انه بيمتلك مهارتين، والاولى هي مهاره الافتراس واللي بتستخدم على هدف معين وبتستهلك 5 نقاط مانا، والتانيه هي مهاره الجلد الحجري واللي بتقوي الجسد وبتستهلك نقطه مانا واحده. وعدد نقاط المانا اللي بيمتلكها كيم حاليا هم 10 نقاط. وبيستنتج كيم ان في شروط تانية لتفعيل مهارة الافتراس غير المانا بما انه ما قدرش يفعلها رغم انه بيمتلك مانا كافية. وبيعرف كمان ان لها تأثير اضافي مش مكتوب في الوصف، وهو قدرتها على معادلة ومقاومة الظروف الغير طبيعية زي السم والنزيف. ورغم ان ده مجرد تخمين في الوقت الحالي الا انه يقدر يتأكد من صحته بعدين. وبيقاطع تفكير كيم يونج ابن عمه اللي بينزل على الارض قدامه، وبيقول له انا ما كنتش اعرف انك جامد كده، وبيترجاه ينسى كل اللي عمله معاه. وبيقول له حتى لو عايزني ابوس رجلك او اهوهو زي الكلب فانا مستعد اعمل
اي حاجه. وبيكون كيم مستغرب من تصرفاته وبيقول في نفسه عموما ده مش مهم دلوقتي، والاهم من الهبل ده هو الحادثه اللي هتحصل النهارده. وبيقول كيم ليونج خلاص انا سامحتك لكن في المقابل هتيجي معايا مشوار. وبنروح لمنطقه محظوره وبنلاقي 3 من مسؤولين المراقبه، وبيكون في بوابه في المكان بتخرج منها وحوش لكن قائد مسؤولين المراقبه عامل عليهم حاجز. وبنعرف ان احيانا بتظهر بوابات زي دي من العدم وبتخرج منها وحوش الهاويه، ولو ما تمش التحكم فيها بتتحول لكارثه زنزانه. وبيقول قائد مسؤولين المراقبه مر 10 سنين من اخر مره ظهرت فيها بوابه، وبالنظر لشكل البوابه دي فلو ما كناش اتدخلنا كانت هتتحول لكارثه زنزانه فورا. وبتساله واحده من الاتنين اللي معاه اذا كان المفترض يعملوا اخلاء لسكان المنطقه، فبيقول لها مفيش داعي طالما معانا مهاره الحاجز من الرتبه بي في صفنا، بالاضافه لان البوابه دي كمان من الرتبه سي وبالتالي اقوى وحش فيها هيكون من نفس الرتبه، وحتى لو حصلت حاجه غير متوقعه فكموقظين من الرتبه بي هنقدر نتعامل معاهم. وبنروح لكيم ويونج اللي بيكونوا في طريقهم لمكان البوابه، وبيقول يونج لكيم على كلامك فمسؤولين المراقبه موجودين هناك دلوقتي وكده كل حاجه هتبقى تمام. فبيقول له كيم ايوه والبوابه دي تقييمها المبدئي هو الرتبه سي، ومسؤولين المراقبه من الرتبه بي وبالتالي مش هيكون عندهم اي مشاكل قدام وحوش من الرتبه سي. فبيقول له يونج ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي كيم بيقول له ده لو كانت البوابه من الرتبه سي فعلا. وبنرجع تاني لمسؤولين المراقبه اللي بيكونوا خلصوا على كل الوحوش اللي خرجت، وبيستغرب قائدهم لما بيلاقي ان وحوش ضعيفه زي دي قدرت تكسر الحاجز بتاعه. وفي اللحظه دي بتنادى عليه واحده من اللي معاه وبتنبهه لحاجه غريبه بتحصل في البوابه، وبتبدا وحوش جديده تخرج من البوابه، وبيتصدم الثلاثه لما بيلاقوا عملاق من الرتبه ايه ظهر قدامهم. وبنروح ليونج اللي بيقول لكيم مفيش اي وحوش ظهرت ولا حصل امر بالاخلاء فايه اللي مخليك متاكد كده. وبيقول كيم في نفسه ده لاني مريت باللي حصل في حياتي السابقه. وبيرد على يونج وبيقول له حدسي هو اللي بيقول لي كده، وما بيكونش يونج مصدقه وبيقول له انا حاسس انك بتحاول تضحك عليا، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي الناس مقابلينه وهم بيجروا من الوحوش اللي وراهم. وبيكون يونج مصدوم وبيقول له كيم اكيد فاكر اللي طلبته منك فيلا اتحرك بسرعه. وبيساله يونج عن اللي ناوي يعمله فبيقول له كيم انا هتخلص من الاوغاد دول بسرعه وهحصلك. وبنروح لشخص بيتكلم مع واحد تاني وبيقول له الموضوع بيكبر وبيخرج عن السيطره، والبوابه اللي كنا فاكرينها من الرتبه سي طلعت من الرتبه اي، ومفيش قدامنا اي تعزيزات نقدر نبعتها لان باقي الموقظين مشغولين في المهام واستكشاف الهاويه، والحل الوحيد للكارثه دي حاليا هو موقظ من الرتبه A وانت هو املنا الوحيد. والشخص اللي بيكون بيكلمه ده يبقى موقظ من الرتبه A وملقب بالنصل المجنون هيان سو. وبنروح لكيم اللي بيكون عمال يقتل في الوحوش وبيقضي عليهم باستخدام مهاره الافتراس، وبيقول في نفسه زي ما توقعت اتضح ان مهاره الافتراس بتعتمد على حاجه تانية غير المانا وهي الارهاق، ولما بتزيد نسبه الارهاق عن 70% بتتوقف مهاره الافتراس عن العمل، والارهاق بيزيد اثناء استخدام المهارات او الانشطه البدنيه، وكل ما زاد اكتر كل ما قوه المهاره قلت والحركه بقت اصعب. ورغم ان ده شيء مؤسف لكني كمان اكتشفت ان بعد امتصاص اجساد الوحوش الميته اقدر استعيد المانا مره تانية، والحاجه الاجمل من ده هو ان كل ما استخدمت مهاره الافتراس كل ما اتطورت اكتر، وبترتفع رتبه كيم من اي لدي وبترتفع معاها رتبه مهاره الافتراس ومهاره الجلد الحجري. وبيقول كيم في نفسه بالمعدل ده انا ممكن اوصل للرتبه اس او 2 اس، لا ده انا ممكن اوصل للرتبه 3 اس كمان. وبينتهي كيم من الوحوش وبيفكر يروح ليونج ويشوفه عمل ايه، لكنه بيتفاجئ بظهور هيانسو اللي بيكون في قتال مع عملاق من الفئه A، وبيستعد هيانسو للهجوم على العملاق وهو بيقول له انا هخليك تدفع ثمن كل الارواح اللي قتلتها، وانا هيانسو محارب العداله حكمت عليك بالموت. وبيستغرب كيم من اللي شايفه وبيكون حاسس ان هيانسو ده عبيط شويه، وبيوجه هيانسو هجومه للعملاق وبيكون قوي جدا وبيدمر اجزاء كبيره من المكان. وبيتفاجئ كيم ان الشخص ده قدر يهزم عملاق من الرتبه A بسهوله كده، وبيقول الظاهر ان هو ده البطل اللي خلص الكارثه كلها لوحده في حياته السابقه، النصل المجنون هيانسو. يبدو انه طلع قوي زي ما سمعت عنه. وبيلاحظ كيم تصرفات هيانسو الغريبه وبيقول الظاهر انه عبيط زي ما سمعت عنه برضه. وبيكون كيم مستغرب من وجود هيانسو في المكان ده حاليا، وده لانه في حياته السابقه عرف انه اشتبك في معركه دمويه مع عملاق في الجانب الثاني من المدينه. وفي اللحظه دي بيتصدم كيم لما بيجيله اشعار بان تم رصد مهاره، وبيظهر شخص كان مختفي من ورا هيانسو وبيطعنه. وبنروح ليونج اللي بيكون في مكان امن مع ممرضه المدرسه، وبيفتكر كلام كيم ليه وساعتها قال له كيم في ناس كتير هتموت النهارده، وواحده من الناس دول هي الممرضه تشو اللي هتموت بسبب مساعدتها للناس بدل ما تهرب، وطلب منه كيم يستخدم عليها مهاره النوم بتاعته وياخدها لمكان امن. وبيكون يونج مستغرب من معرفه كيم بان كل ده هيحصل، وبيقول ان التفسير الوحيد لده هو انه ايقظ مهاره التنبؤ بالمستقبل وبيكون منبهر بيه على الاخر. وبنرجع تاني للشخص اللي طعن هانسيو، ولما بيشوف كيم اللي حصل بيقول اكيد في حاجه غلط، وبيصرخ هانسيو في الشخص اللي طعنه وبيساله عن هويته، فبيضحك الشخص ده وبيقول له هو ده المتوقع من موقظ من الرتبه A فعلا، ورغم انك اتصبت في مقتل الا انك لسه
لسه عايش والظاهر ان قتلك هيكون ممتع جدا. وبنعرف ان الشخص ده اسمه هانسانج ويبقى موقظ شرير من الرتبة بي وبيمتلك مهارة التسلل، والاشرار هو اللقب اللي بيطلق على الموقظين اللي بيرتكبوا الجرائم. وهانسانج هو قاتل مجنون بيقتل الناس لمجرد المتعة فقط. وبيكون كيم مستغرب لان في حياته السابقة هانسانج وهيان سو عمرهم ما اتقابلوا، وبيتساءل اذا كان المستقبل اتغير بسببه. وفي اللحظة دي بيصرخ هيان سو في هانسانج وبيقول له انت هتموت على ايدي حالا وبيهجم عليه. لكن العملاق بيقوم مرة تانية وبيضحك هانسانج وبيقول الظاهر ان قوة التجدد الخاصة بوحوش الفئة ايه مذهلة فعلا. وبيهجم العملاق عليهم وبيقرر سانج يسيب هانسيو يقاتل العملاق. وبيلتفت لكيم وبيقول انا ما كنتش اتوقع ان هيكون في حد تاني هنا، لكن عموما دي حاجة كويسة وكل ما كان في فرايس اكتر كل ما كان افضل. وبيهجم هانسانج على كيم، لكن كيم بيقابله بركلة قوية وبيعرف هانسانج من قوته انه مستيقظ. وبيقول له كيم اكيد انت هانسانج المجنون اللي عمال يقتل في الناس باستخدام مهارة التسلل، والظاهر انك جيت لقضاك. وبيستغرب هانسانج انه عارفه وبيهجم عليه، لكن كيم بيستخدم مهارة الجلد الحجري وبيقدر يصد كل ضرباته بسهولة. وبيفهم هانسانج سبب ثقة كيم لما بيلاقي ان ضرباته ملهاش اي تأثير عليه. وبيقول له انا مش عارف انت ازاي عارف هويتي، لكن يبدو انك فاكر ان هجماتي مش هتشتغل عليه، وانا دلوقتي هعلمك ان العالم مش دايما بيمشي على هواه. وبيستخدم هانسانج مهارة التسلل وبيختفي. وبيقول كيم في نفسه حتى لو اختفى فده مش هيغير حاجة برضه لان ضرباته ما بتأثرش فيا. لكنه بيتفاجئ لما بيظهر هانسانج فجأة وبيوجه له ضربة في ايده وبيجرحه. وبيضحك هانسانج وبيقول له انت ما تقدرش تتخيل عدد الناس اللي كانوا زيك وماتوا على ايدي، وكانوا فاكرين ان مهاراتهم منيعة لكن مفيش مهارة ملهاش نقطة ضعف. وبيستمر هانسانج في توجيه الضربات لكيم اللي بيكون عاجز قدامه تماما. وبيقول كيم في نفسه انا ما كنتش اتوقع وجود عيب زي ده في مهارة الجلد الحجري. وبيكتشف كيم ان الاحجار اللي بتتكسر وبيتم استبدالها بتكون اضعف، وهانسانج استهدف الاماكن دي بهجماته. وبيبتسم كيم وبيقول في نفسه لكن مع ذلك دلوقتي انا بقيت واثق من قدرتي على القتال المباشر ضد موقظ من الرتبة بي. وبيتفاجئ هانسانج لما بيلاقي كيم لغى مهارة الجلد الحجري، وبيقول له كيم يلا بينا عشان ننهي الاختبار. وبيضحك هانسانج وبيقول لكيم الظاهر انك قررت تستسلم وبيهجم عليه. وبيقول كيم لهانسانج انا من زمان كان نفسي اقابلك عشان اسرق مهارتك. وبيفعل كيم مهارة الافتراس وبيتصدم هانسانج من الهالة الشيطانية اللي حاسس بيها، وما بيكونش مصدق ان كيم كان بيخفي قوته طول الوقت اللي فات. لكنه بيفعل مهارة التسلل وبيقول لكيم مش مهم قوة مهارتك عاملة ازاي طالما مش هتقدر تصيبني بيها. فبيقول له كيم انت لسه قايل ان كل مهارة ليها نقطة ضعف. وبيقول كيم في نفسه انا لاحظت الموضوع ده اثناء قتالي ضد الوحوش مرات كتير، ومن بين الوحوش دول كان في منهم كتير بيخرج من نطاق رؤيتي، لكن مهارة الافتراس كانت بتبتلعهم كلهم في النهاية. وبيقول كيم لهانسانج ايا كان المكان اللي هتستخبى فيه ومهما حاولت تهرب فالافتراس هيجيبك. وبينجح كيم في القضاء على هانسانج وبيحصل على مهارة التسلل. وبنروح لهانسيو اللي بيكون واقع على الارض ومش قادر يتحرك، وبيشتم في هانسانج اللي بسبب هجومه عليه ما بقاش قادر على قتال العملاق. وبيروح العملاق على هانسيو وبيوجه له ضربة قوية وبيغطي التراب المكان. وبيستغرب العملاق لما بيلاقي هانسيو اختفى، وبيتضح ان كيم انقذه باستخدام مهارة التسلل. وبيصرخ كيم في العملاق وبيقول له احسن لك كنت تفضل مرمي على الارض، وبيبدأ باستخدام قوته. وبعد ما بيقضي كيم على العملاق بياخد يونج وبيرجعوا على البيت مرة تانية. وبيلاقي عمه وزوجته كانوا خايفين عليهم جدا لما رجعوا للبيت ولقوه في حالة فوضى. وبيطمنهم كيم انهم بخير، وبتنتشر اخبار الحادثة اللي حصلت في كل القنوات، وبيتم غلق المنطقة اللي حصلت فيها الحادثة تحسبا لحصول اي مشاكل. وبيعلن المذيع عن اختفاء جثة الوحش وعدم وجود اي اثر للشخص اللي هاجم هانسيو. ولما بتفوق الممرضة تشو من النوم ما بتكونش عارفة ايه اللي حصل لها. وبيكون هانسيو عمال بيقنع في الصحفيين ان مش هو صاحب الفضل في هزيمة العملاق. ولما بيشوف كيم الاخبار اللي انتشرت بيحس بالارتياح ان مفيش حد جاب سيرته. وفي الليل بيروح لمكان مهجور وبيقول دلوقتي جه وقت الخطوة التانية، وحاليا انا بقى معايا 3 مهارات، والحصول على مهارة التسلل كان مكسب كبير فعلا، لكن بمستواي الحالي فاستخدام ال3 مهارات مع بعض هيكون صعب عليا، ولو فضلت استخدم فيهم عمال على بطال هخلص المنى بتاعتي في ثواني، وبالتالي هترتفع نسبة اجهادي كمان، وممكن ده يحطني في موقف حرج. وافضل طريقة لمنع حاجة زي دي من الحصول هي الاعتماد على العقاقير. والعقاقير هي عبارة عن اكاسير بتستخدم لاغراض متعددة زي استعادة المانا والتعافي من الارهاق، لكنها غالية جدا، وعشان كده لازم ابدأ بالصيد عشان احصل على بعض المال. لكن عشان اصطاد بشكل قانوني لازم يكون معايا تصريح، وحتى مجرد استخدام المهارة بدون تصريح يعتبر مخالف للقانون، وبالتالي مفيش قدامي غير خيار واحد وهو استكشاف الزنازن الغير معروفة. وبيتسلل كيم وبيوصل لزنزانة مليئة بوحوش قوية، وبيقول له واحد فيهم ازاي مجرد فاني زيك يجرؤ يدخل لهنا وازاي لقيت المكان ده اصلا. وبيضحك واحد تاني وبيقول بما انه جه لحد هنا فيلا نشله ونعمل عليه حفلة. وبيستغرب كيم من قدرتهم على الكلام وبيعرف ان رتبتهم هي بي، وبيتضايق وبيقول
بيقول ده مش كافي لرفع رتبتي بسهوله، والظاهر ان هضطر التهم المئات منهم. وبيغضب الوحوش من غروره وبيقولوا له الظاهر انك مش مدرك الوضع اللي انت فيه، واحنا هناكلك حي حالا هنا دلوقتي، وبيطلقوا عليه هجماتهم وبيضحكوا وبيسالوه عن شعوره دلوقتي واذا كان حاسس انه عاجز عن الحركه. لكن تاثير المقاومه الخاص بمهاره الافتراس بيتفعل وبيلغي تاثير الشلل الخاص بالوحوش. وبيتصدم الوحوش وبيقول لهم كيم زي ما توقعت، والظاهر انكم بتمتلكوا مهاره مثيره للاهتمام. وبيخلص كيم على الوحوش وبينجح في الحصول على مهاره الشلل. وبنروح في الوقت ده لمؤسسه اسمها مؤسسه اللاعب الجديد، وبنعرف ان اللاعب هو اللقب اللي بيطلق على الموقظ المصرح ليه باستخدام مهاراته بشكل قانوني. ومؤسسه اللاعب الجديد هي اللي بتدير اللاعبين والنقابات الاربعه العظمى، والنقابات الاربعه العظمى دول هم نقابه المقاتلين ونقابه الكيميائيين ونقابه السحرة واخيرا نقابه السفاحين. وداخل مؤسسه اللاعب الجديد بنلاقي الشخص اللي طلب من هانسيو المساعده في حادثه البوابه، وبنعرف ان اسمه هو تاي ويبقى مسؤول الموارد البشريه في مؤسسه اللاعب الجديد. وبيكون قاعد في اجتماع مع رئيسه نقابه السفاحين اللاعبه صاحبه الرتبه اس واسمها بيكون يون، بالاضافه لرئيس منظمه اللاعب الجديد جين صاحب الرتبه اس برضه. وبيسأل جين يون إذا كان عندها أي أخبار عن النقابة الخبيثة. والنقابة الخبيثة هي منظمة بتضم أكتر الأشرار وحشية، وبيرتدي أعضائها خاتم منحوت عليه 3 جماجم كشعار ليهم. وبيدي جين ليون آخر المعلومات اللي عرفوها عن النقابة الخبيثة وقايمة بأسماء اللاعبين اللي بيستهدفوهم. فبتقول له يون ما أعتقدش إنك جايبني هنا عشان تديني الورقة دي فقط. وبتسأله عن اللي عايزه منها بالظبط، فبيضحك جين وبيقول لها الظاهر إنك فهماني كويس. وبيقول لها أنا عايز أخد رأيك في حاجة معينة، فبتستغرب يون. وبيسألها جين عن إمتى قدمت في اختبار اللاعبين، فبتقول له يون اكيد لما وصلت السن المطلوب وبقى عندي 19 سنه. وبتكون يون مستغربه من سؤاله وبتتفاجئ لما بتفهم اللي ناوي عليه. وبيبتسم جين وبيسالها اذا كانت تعتقد ان طالب في المدرسه ممكن يقدر ينافس وحش في قتال. وبنروح لكيم اللي بيكون قاعد على جبل من جثث العناكب اللي قتلهم، وبيحصل على كميه كبيره من الغنايم منهم. وبيرن كيم على نقابه الكيميائيين وبيسالوه عن اللي عايزه، فبيقول لهم كيم انا عايز اشتري شويه عقاقير. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. يا ترى كيم هيعمل ايه بالعقاقير وازاي هيكتسب المزيد من القوة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك، والسلام.